بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اختتام المعسكر التدريبي في بابل. حقيقة هذا المعسكر شارك فيه أكثر من 170 لاعب باقي حزام أسود ومدرب وحكم، إضافة لاعبين المنتخبات اللي من بابل لاعبين. الغاية من هذا المعسكر هي عملية تطوير تنشيط اللعبة في محافظة بابل. المميز بهذا المعسكر هو إقامة ختام هذا المعسكر مدينة بابل الأثرية، وهي حقيقة لها رمز تاريخي كبير للعراق، وعلى أمل أنه تتجدد هاي إن شاء الله المعسكرات مثل ما شفنا اليوم بالمعسكرات خبرات كبيرة وخبرات واعدة، ومن المؤمل مشاركتهم بطولة العراق لاختيار المنتخب الوطني القادم. ألف شكر وتقدير لكل من ساهم وشارك في هذا المعسكر في بابل، وتمنيات لهم بالموفقية والنجاح. عمار عدنان وهي رئيس الاتحاد العراقي الرئاسي والكيف شنكار. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية الاتحاد العراقي المركزي وبحضور الهانشي عمار رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد العراقي، أقيم معسكر بابل